سلام حبيباتي ومرحبا بكم في قناتكم وصفات اقتصادية مع أم سيلين. أول شي نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللهم ارحم أمي وارحم جميع موتى المسلمين. راني وليت وجيتكم بمسكوتشو خفيف ومفشفش الله الله وبزاف بنين، اقتصادي وغير بزوج بيضات. اللي جيها مسكوتشو مكدس وماشي طالع. ادخلي حبيبتي وكملي الفيديو للآخر، راح تولي لك الوصفة تاع اليوم إدمان. جربيها وادعيلي بالخير. مع تدبيرة جبتها لكم من تزيين المسكوتشو ما تخطر لكمش في البال وبدون شوكولا. قبل ما نبداو الوصفة برك ما تنسوش الجيم والبارطاج اللي تعم الفائدة. واللي يشوف القناة أول مرة نقول له مرحبا بك في القناة، وما تنساش الاشتراك وتخلينا جيم. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للوصفة والمقادير. أول حاجة جبت سنيوة اللي تدخل الفرن، السنيوة تاعي على شكل مربع كيما راكم تشوفوا فيها، دهنتها بالزيت ومشيتها في السنيوة في الأطراف. ومن بعد جبت فرينة مع كاكاو قبلين ومشيتهم كامل في السنيوة وحطيتها بجيه، وفي بول ولا في باسينة حطيت زوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وزدت لهم كاس غربة تاع سكر، ضربتهم بالباطور. هنا البنات ما طلعتهمش بالباطور، ضربتهم برك حتى اللون تاع البيض تاعنا تبدل ولنا ابيض. هذا ما كان بهالطريقة كيما راكم تشوفوا، بقاو تضربوا فيها بالباطور حتى يتبدل لكم اللون. واللي ما عندهاش الباطور تقدري ضربيها غير بالخلاط اليدوي كي تبدل لك اللون تاع الخليط تاعك ويولي لك أبيض حبسي. ومن بعد بنفس الكيلة دايمًا كيلة غربة تاع حليب. الحليب هنا لازم يكون سخون ماشي دافي، لازم يكون سخون. هذا هو السر باه المسكوتشو تاعكم تحسوها تجيكم مشربة. لازم الحليب تاعكم يكون سخون يغلي. زدتوا للخليط ومزجتو مليح وضربته مليح بالباطور حتى امتزجوا لنا كامل المكونات. انايا هنا الهدف تاعي كي راني نضرب فيها ماشي باه نطلع الخليط تاعي، لا لا، برك باه المكونات يمتزجوا لنا مليح والمسكوتشو تاعنا تجينا خفيفة. ومن بعد واش درت لها، زدت لها كاس غربوع تاع زيت. الزيت انا يستهبل بالتدريج وفي نفس الوقت انا نضرب فيها بالباطور. وزدت مغرفة صغيرة لافاني وزدت معها قطرات برك من لاغوم تاع البنان اللي راح تكون اختياري بصح يمد ذوق بزاف شباب للمسكوتشو. ما زدت لها زوج مغارف كبار تاع كاكاو مغربلين. من الافضل يكون الكاكاو هذاك البني، الريحه تاعو ديجا كي تشمي الريحه تاعو تجيك الريحه تاعو شابه. وما ديروش فيه هذاك الكاكاو اللي يكون كحل، لانه الذوق تاعو مر وما اللون تاع المسكوتشو ما يجيش شباب، راح يجيكم مكحل. وخلطته مليح بالباطور. كنت تجون المكونات، زدت هنايا الفرينه. انا الفرينه مشعل دات لي كاس ونص تاع فرينه. مديت لكم بالتقريب، الفرينة مش راح تخرج لكم. انتم واش ديروا، زيدوا الكاس كامل الاول ومن بعد الكاس الثاني ديروا منه نص وبداو تزيدوا منه غير بشويه حتى تحصلوا على القوام تاع المسكوتشو كيما مضري تخدموها. علاه كيما دائما نقولها لكم، كاين اللي الفرينه تاعها تشرب وكاين الفرينه ما تشربش. قادره طيحي الفرينه ما تشربش، قادره طيحي الفرينه اللي تشرب وتكثري الفرينه بزاف. المسكوتشو تاعكم راح يجيكم مكدس شويه. بديتي تزيدي غير بشويه في الفرينه. الفرينة اللي زدتها كيما قلت لكم مغربلة، وزدت لها زوج باكيات تاع خمارة تاع الحلوى وضربتها بالباطور حتى امتزجوا كامل المكونات بهذه الطريقة. كما راكم تشوفوا الطريقة تاع الطياب تاع المسكوتشو تاعنا، أول شيء لازم الفرن تاعك تشعليه الوقت اللي تكوني توجدي في الخليط تاع المسكوتشو تاعك. هذه هي، لازم الفرن تاعك يكون سخون وفي نفس الوقت لازم تكون على نار متوسطة. وكي حطي في الوسط هكا باه تضمني بلي المسكوتشو تاعك ما تنحرقلكش، تضمني بلي المسكوتشو تاعك تطيب لك شابة بلا ما تنحرقلك، تدي لك لون شباب. والمسكوتشو كيف تعرفوها بلي طابت؟ كي تشوفوا الوجه تاعها السطح تاعها نشف، هذاك البغيونتي اللي فيه تكون راحت، طفوا عليها من تحت وشالوا من الفوق، ولا دخلي فيها موس. اذا خرج الموس تاعك ولقيتيها ناشف عارفي بلي المسكوتشو تاعكم طابت. المسكوتشو راح تدير لكم من 15 دقيقه ل 20 دقيقه في طياب. والتتبيله تاع اليوم واش راح تكون؟ بدون شوكولاته. انا واش درت كيما شفتوني، جبت اي نوع تاع معجون يكون متوفر عندك. انا هذا المعجون تاع مشماش زدت له مغرفه كبيره تاع كاكاو وخلطتها مليح. ديجا الشكل تاعها يبان كيما الشوكولا، هذا اللي نخدموها. ومشيتها كامل فوق المسكوتشو تاعي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. يعني طريقه سهله ومبسطه وما تديلكمش وقت بزاف. ودرت لها تزيين بسيط بالكاوكاو. والمسكوتشو تاعنا هنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا، جات بزاف شابه خفيفه، جات طالعه ومشربه وما تجيش كامل مكتسه ولا ثقيله. نتمنى برك تجربوا الوصفه وتخلوا لي تعليقات تاعكم
وما تنساوش برك الإعجاب بالفيديو إذا عجبتكم الوصفة أكيد. وهنا كيما راكم تشوفوا قسمت معاكم المسكوتشو تاعي بهذه الطريقة. إذا كيما تقدروا تصغروا في الحجم تاع المسكوتشو. هنا سمحوا لي والله غير أنا درت في بالي راني نصور معاكم مسكوتشو أنا ما كنتش نصور فيها. سمحوا لي. برك هذا هو الشكل النهائي تاع المسكوتشو. وصلنا لنهاية الفيديو، بقى لي غير نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاعنا تاع اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وديروا إعجاب للفيديو، والسلام عليكم.